اتكلمت معاكم قبل كده إن البنات أو الستات بيعرفوا يكشفوا الكذب بسهولة، وكمان يعرفوا يفهموا لغة الجسد بدقة أكتر. لكن النهاردة جاية أصدمكم وأقولكم إنهم في الكذب بيعرفوا يكذبوا أحسن من الرجالة، وده اللي هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة. على حسب الدراسات اللي اتعملت في الكذب لقوا إن الستات والبنات غالبيتهم بيعرفوا يكذبوا بشكل مقنع أكتر من الرجالة، وكمان قادرين يتلاعبوا باللي قدامهم من غير ما يحس. وده لأن طريقة الكذب نفسها بتكون معقدة ومش سهل تتكشف على طول، وده عكس الرجالة اللي ممكن يقولوا كذبة بسيطة وتتكشف بسهولة. يعني مثلا لو بنت اتحطت في موقف واضطرت تكذب فيه، مش هتختصر كلامها بكلمة، لأ، هتقول تفاصيل وقصص وكلام زيادة يخليك تحس إنها صادقة، أو ممكن تنسيك أصلا أنت كنت بتسأل على إيه. بس طبعا الكذبة مش هتعدي على أي حد، بالذات لو بيركز على التفاصيل أو محلل لغة الجسد. ساعتها بس مهما كانت بتعرف تكذب هتتكشف. بس في العموم زي ما قلت إن الست بتعرف تكذب أفضل من الراجل، وده الغالبية منهم، وطبعا لكل قاعدة استثناء. وبس، ده كان كلامنا النهاردة، ولكن كلامنا عن الكذب لسه مخلصش. ما تنسوش تعملوا لايك وشير على الفيسبوك وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب عشان تكونوا أول ناس تشوف الجديد.